ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده داخلين على ليفل 10 وده من اهم وادق ليفلز في الكورس. ده ليفل المجوهرات. طبعا هنتعامل مع موديلات من الذهب والفضه، والتصميمات المعقده شويه، اللي اي غلطه صغيره فيها بتبان فورا. والشغل هنا مش مجرد موديلنج وخلاص، لا ده محتاج دقه ويعني ونظافه هندسيه، اكنك بتعمل شغل هندسي كده، وتركز قوي في كل ايدج وكل كيرف، لان يعني كل حاجه هنا فيها بتبان. علشان كده الاساسات لازم تكون عندك قويه جدا، لان المجوهرات ما بتسمحش لاي حد يغلط فيها. يعني هتلاقي اي غلط هيبان فيها، لانك انت بتاخد لقطات كلوز فيها بالكاميرا. طيب وخليني اقول لك بصراحه، لو انت لسه مبتدئ وما فهمتش الأساس كويس، الlevel ده يعني مش خطوة كويسة ليك. فأنت ارجع لlevel 1 لو أنت لسه داخل على course جديد. ارجع لlevel 1، خُد الأساسيات وكمّل معانا لحد level 10، لإن الليفلات اللي فاتت كويسة جدًا وفيها شغل عالي يعني. وطبعًا المجال ده فيه أدوات بتسهّل الشغل كتير، يعني مجال المجوهرات بيبقى فيه add-ons المطورين عاملينها عشان يسهّلوا شغل المجوهرات فيها شوية. وإحنا هنتكلم النهارده على أداة اسمها jewel craft. هنعلمكم إزاي تنزّلوها من على الموقع، ولكن أنا مش هاعتمد عليها. يعني أنا هاعمل لكم شغل بيها، هاعمل لكم مثلًا حاجة بسيطة كده بيها، وأقول لكم مثلًا هي دي شغلتها اللي هي هتساعدكم في دي، وطبعًا أنتم لكم الاختيار تستخدموها والّا لأ. بس أنا أمّا آجي أشتغل في الmodeling ما باحبش أستخدم أدوات. فأنا هاعمل لكم مشروع بسيط بيها أو model بسيط بيها، وبعد كده هنعمل كمان model بقى إحنا اللي هنعمله بنفسينا. خلاص؟ تعالَ نشوف add-ons ده بننزّله إزاي. طَب أنت بتخش على الموقع، أنت هتكتب في جوجل jewel craft، تمام، وتكتب جنبه github.com. هيفتح معاك، تيجي هنا على الكود، تضغط هنا وتعمل download zip. خلاص؟ هتعمله download وتنزّله عندك في المكان بتاعك اللي أنت هتحدده، وبعدين بتيجي تلغي ده خالص، وتيجي هنا مثلًا على edit، هتعمل preferences، وتيجي هنا مثلًا على add-on، وتيجي هنا تضغط install from disk. تمام؟ أنا محدد المكان بتاعه هنا، بتيجي هنا تضغط عليه وتختاره وتعمل install from disk. خلاص؟ فأنت كده بتعمل لك install ليه على الجهاز عندك، وتعمل هنا save preferences، تروح جاي قافل كده خلاص. تمام، وتيجي هنا تضغط in، هتلاقيه معاك على الناحية دي هنا في jewel craft، هتلاقيه هنا. تمام. لو خدت بالك هنا كاتب لك wrong scene scale is not optimal. تمام، ده معناه إيه؟ ده معناه بيقول لك إن الunits عندك مش مضبوطة، لازم تضبطها، لإن المجوهرات أصلًا لمّا تيجي تشتغل فيها بتشتغل بالملي، يعني حاجات خفيفة جدًا خالص وبتوزن بجرامات، فأنت محتاج الscene بتاعك يبقى مُهيأ لحاجة زي كده، اللي هو تخش على الunits وتيجي، يعني أنت مثلًا لو جيت هنا خليتها مليمتر، المفروض يتضبط. خلاص؟ فإحنا ما بنتعبش نفسنا، بنيجي هنا بنقول له set units، هو بيضبط كل حاجة، بيعمل الunit scale هنا بيضبطها، ويخلّي هنا مليمتر بيضبطها خلاص، يعني بتلاقيها اتضبطت خلاص. طيب إيه بقى، نشتغل إزاي، هنعمل إيه؟ هنعرّفكم على الadd-on. يعني لو جيت هنا مثلًا على مثلًا نفتح إيه، ثواني كده، الobject وادي الcurve. طبعًا أنا هنشرح الاتنين دول، هو دول الحاجات اللي هاحتاجهم يعني. وممكن هنا مثلًا لو عايز تعمل select by size، يعني تعالَ نشوف هنعمل إيه. ماشي، تعالَ كده هنعمل أول حاجة باستخدام الadd-on ده، هنصمم حاجة بسيطة كده. أول حاجة هننزّل cube، أدي cube أهو، نخش عليه mode ونعمل scale في اتجاه الZ. نخلّيه مثلًا إيه، الحواف بتاعته يعني دي هيبقى سمك الخاتم، تمام، أو سمك الدبلة اللي هنعملها. نعمل هنا SY، نخلّيها كده وشوش كده، بعدين إيه، هنروح جاي مكبّرين scale X كده. خلاص؟ طيب أنا كده عملت إيه، أنا عملت cube اللي هو ده اللي هو هيتلف، هيبقى بالآخر هنلِف. طبعًا إحنا ممكن نعملها بكذا طريقة، بس أنا يعني أنا ممكن أروح جاي منزّل يعني circle وأروح جاي عاملها دبس ومضبّطها خلاص الموضوع. بس أنا عايز أعلّمكم على الأدون يعني. تمام، ونيجي هنا في النُص نعمل loop cut. طبعًا لمّا تيجي تعمل أي حاجة على curve لازم يكون في loop cut كتير. خلاص، أنا هاعمل كده وأروح جاي مثلًا مختار loop cuts هنا، نخلّي مثلًا إيه، 131 والّا 121 مثلًا، عشان ما تبقاش كتير أوي. يعني أي حاجة بتتلَف بتحب الloop cuts. خلاص. طَب عشان تيجي تلِف الحاجة دي، أو عشان نعمل لها merge، فأنت لازم تشيل الface اللي هنا والface اللي هنا، هتشيلهم عشان خاطر يعمل merge مع بعض. دلوقتي هنعمل X faces، فدول يتشالوا. طب إيه بقى، أنا هاعمل إيه، هاحط curve. المفروض إن أنا لمّا آجي أحط curve أخش هنا وأعمل add modifier واختار curve وانزّل curve، ولكن الadd-on بقى دي معمولة عشان تسهّل عليك الموضوع ده خالص. فأنت ممكن تروح جاي ماسك الobject ده خلاص، اللي أنت عملته، وتعمل size curve. أول ما تعمل size curve تعمل أوكي، هتلاقيه اتلَف معاك على curve. خدت بالك؟ هو ده بقى يعني شغلانة الأدو، اللي هي مثلًا تنزّل لك curve وتعمل لك الحتّة دي. طيب أنت بقى إيه بقى، هي معمولة نُص ليه؟
ممكن نروح جاي ماسكينها ونضبّطها، لأ، أنت بتيجي هنا على كلمة stretch، هنا هتلاقي حاجة اسمها stretch، تمسك الobject أول ما تعمل كده هتلاقيها كملت معاك خلاص، أنت كده ضبّطت الدنيا. ولكن طبعًا محتاج تعمل merge والحاجات دي، فأنت دلوقتي هتخش على edit mode هتلاقيها معمولة معاك كده. طب ليه بقى أنا عايز أعدلها؟ بتيجي هنا بكل بساطة تضغط هنا وهنا، هتلاقيها أمّا تيجي تخش على edit mode هتلاقيها في نفسها في مكانها. طب تمام. إيه تاني بقى اللي المفروض أعمله؟ أنا خلاص كده عملت الcurve، أنا كده عرفت الaddon دي تقدر تعمل لي تلفّها لي على curve وتعمل لي stretch ليها فتضبّطها لي. طيب إيه بقى تاني أنا ممكن أعمله؟ في حاجة اسمها الmirror هنتكلّم عنها دلوقتي لمّا نيجي ننزّل gem. فإحنا دلوقتي عايزين نعمل apply للcurve، فنعمل apply فده بقى خلاص object لوحده، وتيجي تعمل هنا loop cut فخلاص اتعمل merge لوحده خلاص اتضبط، لإن إحنا كُنّا لو خدت بالك إحنا شِلنا الface اللي هنا والface هنا، فهو عامل merge خلاص لمّا عملت stretch. طيب أنا دلوقتي عايز أعمل حاجة في الدبل هنا، أنا ممكن أروح جاي عامل هنا loop cut وأروح جاي عامل bevel. طيب دلوقتي أنا محتاج أعمل حاجة هنا، بس قبل ما أعمل حاجة أنا شاكك في اللي في حاجة هنا، يعني ماسك شاكل هنا الface ده ما اتدمجش مع الface ده، شُفت؟ أنا هاجي دلوقتي أعمل select all وأعمل M وأخلّيه by distance. هو شال لي 6 فيرتيسز، فإذًا كده لو أنا مسكت الloop cut ده تمام، ما فيش أي مشاكل، أمسك الloop cut ده ما فيش أي مشاكل، خلاص؟ طيب تمام، تعالَ نمسك كده نعمل الfaces ونحدد ده كده كله، ونيجي نعمل دلوقتي Alt E ثواني، نعمل دلوقتي Alt E extrude angle normal وننزّل تحت شوية، خلاص؟ آدي كده. ماشي. لأ خلّيها لتحت شوية extrude angle normal ننزّل تحت شوية، تمام كده، أعتقد كده كويس. أنا كده لو أنا عملت أنت خدت بالك الcurve ده برضه لو عايز تعمل حاجة حلوة، شُفت الcurve ده لو جيت فتحت كده أهو جيت على الحتّة دي وعملت كده فوق، هيقول لك أنت عايز تعمل دي on curve أو تحت الcurve يعني، بس إحنا خلاص عملنا apply، يعني دي بيوسّعها لك بيخلّيها فوق الcurve وبينزّلها لك تحت الcurve، إحنا عملنا apply خلاص، إحنا ده مش عايزينه في حاجة، الغيه خلاص. ولكن control Z ممكن نحتاجه في حاجة دلوقتي، ممكن نحتاجه في حاجة، ولكن لأ خلاص أنا عشان نعملها بالطريقة اللي أنا عايزها شيل، انسى خلاص دي. طيب تعالَ أنت ماسك ده كده خلاص، هنعمل loop cut في النُص تمام، ونيجي دلوقتي نعمل shift D نعمل P selection ونفصله ونحوّله لcurve. طب أنت ليه ما عملتش ما خدتش الcurve القديم وعملته؟ لإن هو جاي مش على السطح بالضبط، إحنا عايزين ده يبقى على السطح بالضبط، خلاص. فأنا لو مسكت كده ورُحت جاي عامل curve، طبعًا ما تنسوش تعملوا save curve، واروح جاي أعمل إيه كليك يمين واعمل convert to curve، خلاص كده معايا curve تمام. طب إيه بقى أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أعمل diamond يلف حوالين الcurve ده كله. طب أنا هانزّل diamond أو أعمل لها مثلًا modeling وارجع أعمل لها curve عليها؟ لأ، أنت بكل بساطة هتروح جاي عامل إيه، عامل الaddon فاتح الaddon وتيجي جاي على add gem وتيجي عامل أوكي، هتلاقي هو نزّل لك gem هنا تمام. أنت كل اللي ممكن تروح تعمله تروح جاي مثلًا عامل R Y وتلفّها كده أهو، أو ما تلفّيهاش يعني مش حتتنا. طب أنا لمّا آجي أعمل add gem أنا ممكن أعمل إيه، هنا في كذا gem بينزّلها لك، بينزّل لك diamond، بينزّل لك emerald، بينزّل لك حاجات كتير أوي حسب الأنواع اللي أنت عايزها. أنا هانزّل دي بس، وأنت لمّا تيجي تنزّل add on بقى اختار اللي أنت عايزه. طبعًا أنت دلوقتي نزّلت gem، المفروض نعمل إيه، المفروض إن إحنا هنحطها على الcurve ده ونكررها نخلّيها لفّة حوالين الخاتم ده. طب ده بنعمله إزاي، باروح جاي عامل ده وماسك modifier، عامل modifier curve واروح جاي عامل modifier array واروح جاي مكرره وعامل ومكتر الcount. طب أنا كده كتير صح؟ هنا بقى ييجي دور الadd-on اللي هو بيسهّل الموضوع ده، فإحنا نمسك كده أهو، نعمل هنا نضغط هنا، هتلاقيه يعمل لك عدد diamond على curve ويعمل لك array بيها ويعمل لك curve ليها، خلاص. تمام، بنيجي هنا على الإعدادات، هنا عندك الcount ممكن تخلّيها أنا 40، تلاقيها مالية لك كل الحتّة دي، طبعًا على حسب العدد بتاعك اللي أنت محتاجه. لو جيت هنا على هنا مثلًا لو عملت كده أهو، لأ ده خلّيها 180 زي ما هي، إحنا عايزين إن بيطلع فوق أو ينزح الoffset دي. لو جيت هنا نبُص بقى هنا في اتجاه الY ونشوف إحنا عايزين نعلّيها لحد فين، الoffset ده كده، نخلّيها مثلًا كده أهو، ماشي، والّا أخلّيها في المستوى تعالَ كده في الoffset، خلّيها في المستوى بتاع الإيه، الحتّة دي، خلاص خلّيها كده، ماشي، خلاص. وأنت ماسك الdiamond ما تسيبهاش، تروح جاي ضاغط هنا على دي، هتلاقيه منزّل لك الsupport اللي هي بيسند الdiamond نفْسها، خلاص. فهو بيضبّط لك الحتّة دي، ممكن مثلًا تيجي هنا على symmetrize تضبّط الحتّة دي، تخلّيها لفّة كده تضبّطها، هي المفروض هنا الsymmetrize بيضبّط الحتّة دي. لو جيت هنا بقى في الإيه تمام، تمام، هو كده مضبوطة. طبعًا أنت أي خاتم بيبقى الحتّة دي عنده يعني فيها نعومة، ما بتبقاش sharp كده، خلاص. فأنت تمسك ده كده، تمسك كده، تروح عامل control B وعامل كده bevel لحد هنا مثلًا، وأنا عملت دلوقتي subdivision control 2 subdivision أدي
شيل smooth هتلاقيها ناعمة ومِيَّة مِيَّة. طب خلّصت كده الحتّة دي تمام، الأدوم برضه فيها حاجة لو أنت مسكت الdiamond كده ورُحت جاي عامل select ممكن تعمل select by size هتلاقيها معلّم لك على الdiamond كلّها، ممكن select by stone هيعلّم لك على الstone كلّها، يعني الحاجات دي كويسة. خلاص تمام، فأنت كده تمام، وصلت لمرحلة كويسة، تقدر دلوقتي لو عَينت material الmaterial بتاعتها هتلاقيها مِيَّة مِيَّة. ممكن دلوقتي تحط HDRI هات كده environment open، نيجي على الHDRI نخش كده أهو نعمل مثلًا الstudio دوًّا، لو دخلت كده هتلاقيها معاك كويسة، ممكن تروح جاي داخل على الmaterial هنا أو داخل على الHDRI والrevisibility تروح جاي عامل الكاميرا شايلها عشان تشيل ده كلّه، ولو خدت بالك هتلاقي ديًّا تمام مضبوطة، ممكن تروح جاي عامل shift A ونازل الplane وتكبّرها تمام، وتنزّل الplane شوية لتحت. كده هتلاقيها مضبوطة. ممكن تحط material دلوقتي لو مسكت كده الmaterial دي، رُحت جاي عامل هنا material new material وماسك هنا عامل بقى material الgold، ممكن عندك الhex لو عندك hex دهب حُطّه، عايز تعمله manual أنا ما باخترعش فيه، باروح جاي مثلًا عامل كده وباعلّي metallic وباقلل reference بالاقيه واخد material الدهب بسرعة. طبعًا دي المفروض تبقى glazes يعني الحاجات دي أصلًا المفروض الmaterial بتاعها تكون جاهز هم عاملينها، ولكن أنا شايفها مش كويسة أوي. فأنا إن شاء الله هاشرح لكم إزاي تعملوا الmaterial بتاع الdiamond ده صح وتضبّطوه، ونشوف material الدهب هنعمله إزاي أحسن من كده. ممكن تمسك ده كده مثلًا كلّه وتعمل إيه، تعالَ كده بقى نمسك ده من هنا، لو مسكت دي كده أدي واحدة هنا والّا تحت، امسك دي كده تمام، لأ مش دي، هي كل واحدة معاها واحدة والّا طبعًا أنا ماشي، طبعًا أنت ممكن تحدد عليها كلّها أو مثلًا امسك واحدة تقريبًا لو مسكت واحدة وغيّرت الmaterial بتاعتها هتلاقيها اتغيّرت كلّه المفروض، أدي link material خلاص هي اتغيّرت كلّها تمام، مِيَّة مِيَّة. فأنت كده يعتبر خلصتها، ولكن تعالَ نعملها فضة أحسن، أنا شايفها دهبي مش حلوة، أنا هنعملها فضة، أنا كده saturation 0 خلّيها فضة أحسن كده، أعتقد كده شكلها أشيك وأحسن. والdiamond دي أنا مش عاجباني بتاعتها، ممكن تخلّوا دي مثلًا نجرّبوا glazes أو glass، المفروض تبقى أحسن، الreference خلّيه تعلّيه شوية كده، أيوه تخلّيه مثلًا 300. آآ يعني ضبّطوا فيها أكتر من كده الmaterial بتاعتها ممكن تضبّطوها. هو ده إن أنا حبّيت أقول لكم الأدوم بيتعمل بيه إيه. أنا مش هاعمل أكتر من كده، لو ممكن تاخد عادي render لصورة الخاتم ده، لو عملت مثلًا إيه، أدي shift D أنا جاي أعمل دي كده أهو، أعمل R كده أهو، أعمل دي كده مثلًا، وتحط كاميرا لو جيت هنا مثلًا بصيت في اتجاه الY باجي أعمل shift باجي أعمل shift A ومنزّل كاميرا، هتلاقي الكاميرا صغيّرة جدًا طبعًا لإن الخاتم ده ضخم. نعمل هنا إيه على الأول بتخلّيها 1080 920 والّا أخلّيها 1080 في 1080 ونشوف آخرتها إيه. لو جيت هنا عملت صفر كده أهو، طبعًا لأ مش هينفع لازم أشدّها أنا بنفسي ورا، آخُد دي مثلًا G Y وأسيبها ورا كده أهو، أعمل صفر. طبعًا أنا في هنا حاجة اللي هي الfocus lens أنا ممكن أخلّيه مثلًا 120، وأروح جاي عامل دي بقى free عشان أبُص كده أهو براحتي. واخد render عادي دلوقتي، أقدر دلوقتي أعمل F12 واخد render هتلاقي الشغل تحفة طالع معاك طبعًا. تقدر تاخد render وتسيبه عندك وتلاقي الخاتم تحفة معاك. هي دي الطريقة اللي إحنا اشتغلنا بيها بالأدون، ولكن أنا هاشتغل بقى اللي جاي إن شاء الله من غير أدون، ونعمل حاجة يعني هنعملها بإيدينا معقدة شوية عشان نفهم الmaterial ده بيتعمل إزاي. يعني هنضبط الحاجات دي. دلوقتي اعمل save as للحتة دي مثلًا عشان نبقى نعرضها، اعمل 01 ممكن تاخد لك shot كمان من هنا مثلًا كده أهو. ممكن نمسك دي وتكبرها عن دي على الآخر، تمام، ماشي، كده كويس. خُد لك render واعمل save أدي كده 2 تمام. خلاص كده إحنا خلّصنا الحتّة دي، أتمنى تكونوا استفدتوا منها، وده تعريف الأداة وإن شاء الله هنضبّط نعمل model كمان. يالّا بينا؟